حط مكان اسمه الجعان ده، لو حد فاكر الولد الجعان بتاع الولد الجعان ده. الولد الجعان يعني خلاص مبقاش مهم بالنسبه لنا دلوقتي الحمد لله انه مشي. كده كده يعني الحمد لله. الزمالك فوق اي حد صراحه، فوق اي حد. النهارده مع اول 45 ده لمحمد اسماعيل، حسيت بفرق طبعا. يلعب على اي حد في المدافعين اللي موجودين في نادي الزمالك طبعا. على اي حد. على اي حد. طب محمد احمد مشجع زملكاوي. جاي من اسيوط. من اسيوط؟ والله جاي من اسيوط مخصوص. انا فوجئت بيه النهارده في استاد الجيش برج العرب، ماتش الزمالك والمصري، بقول انا جاي من اسيوط ونفسي في تيشيرتك يا فتوح. بتحب فتوح؟ جدا طبعا. اشمعنى فتوح يعني؟ لعيب ولدي عالي بصراحه، ويعني لعيب حريف. طب تقول له ايه فتوح؟ عقليه يعني بصراحه ممتازه جدا في الملعب. عقليه ممتازه جدا في الملعب بصراحه. لاعب خماسي على اعلى مستوى. طب تقول له ايه يا فتوح؟ ربنا ان شاء الله كده يكرمه باذن الله في اللي جاي، ويكرم الاحسن يعني. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كان اي تيك تيشيرت خوان الفينا، طفل الزملكاوي زين سامح من اسكندريه، وجاي النهارده يدعم ويساند فرقته الزمالك امام المصري. ويعني هو طالب او كاتب بالانجليزي ان هو حابب ان هو ياخد تيشيرت خوان الفينا. انت بتحب خوان الفينا؟ جدا. ده ما لعبش مع الزمالك غير 5 ماتشات. بس هو لعيب وطوله من نفس طولي، وبتعلم منه مهارات وكده. بتعلم منه مهارات، وهو لعيب قوي بصراحه. مبشر بالنسبه لك خوان الفينا؟ هيبقى لعيب قوي في الزمالك. بالظبط. لايق على الزمالك. جدا. تحب الستايل بتاعه؟ جدا. هو ولا الولد الجعان؟ لا طبعا هو. الجعان ده مالناش دعوه بيه تاني. مالناش دعوه بالولد الجعان ده. لا لا لا. جون، ستيفن، وفيلو، مشجعين لنادي الزمالك جايين من القاهره لدعم ومسانده نادي الزمالك امام المصري البورسعيدي، والشوط الاول الذي انتهى بتقدم القلعه البيضاء بهدف للدباغ. ولكن النهارده اللقطه البارزه هي كان اي هاف يور تي شيرت جوان الفينا. اوكي، طبعا جوان الفينا ما لعبش مع الزمالك غير 5 ماتشات، لكن 5 ماتشات يا رجاله، وانا شايف حاله من الحب والعشق لهذا الساحر البرازيلي. ليه؟ معرفش، هو اول ما جه اثبت وجوده الصراحه، واثبت ان هو تحسه من الثالثه يمين عامه يعني. وتحسه عنده روح مش عند اي لعيبه، يعني صراحه دي اضافه كبيره قوي للزمالك، وهو لعيب قوي الصراحه. وهو كده كده حط مكان اي حد، وحط مكان اسمه الجعان ده، لو حد فاكر الولد الجعان بتاع الولد الجعان ده. الولد الجعان يعني خلاص مبقاش مهم بالنسبه لنا دلوقتي الحمد لله انه مشي. كده كده يعني الحمد لله. الزمالك فوق اي حد صراحه. فوق اي حد. ستيفن، ليه خوان الفينا؟ ليه حبك ليه بهذا الشكل؟ من اول ماتش كان نهاري، من اول ماتش عنده روح، عايز يعمل حاجه، عايز يجيب اجوان، بيموت على كل كوره، عايز يعمل حاجه بجد. ده اللي كان فارق معانا، ان يبقى لعيب عايز الفرقه، مش عايز فلوس الفرقه. عايز الفرقه مش عاوز فلوس الفرقه. دي بين السطور وفي ال90، واعتقد مفيش جعانين هيفهموك. جون، انت اسهل اسم فيك. طبعا. تمام؟ على اسم المدير الرياضي جون ايضا. ليه حبك مخصوص لاخوان الفينا بعد 6 جولات؟ يعني قلت 5، انا هم 6 جولات. لا هو كده كده لعيب كبير جدا، وبيموت على كل كوره من اول ماتش. فلا طبعا هو في حته ثانيه، احسن من ناس كتير قوي كانت موجوده يعني. احسن من ناس كتير طبعا. متوقع له مزيد من التالق. اكيد. باذن الله. باذن الله. متشكرين يا رجاله، وباذن الله نرجع بالفوز باذن الله للقاهره. ان شاء الله. سلام يا رجاله. صور. اخوان I love you. هي يا عمر. بص دي. ترجع يلا تاني. كلا يلا هو
زملكاوي جميل، بسم الله ما شاء الله، طفله زي القمر. اسمك ايه؟ مارلي. مارلي كام سنه؟ كام سنه؟ 4 سنين؟ كام؟ فوق 4 سنين. طفله زملكاويه زي القمر مارلي، 4 سنين، تحب تدعم وبتشجع الزمالك. كل ما هو زملكاوي جميل. اعملي باي باي. بحبك يا محمد اسماعيل، نفسي في التيشيرت بتاعك. اسمك محمد ايه؟ صبري. محمد صبري؟ اه. انت منين؟ من دمياط. شجع زملكاوي من دمياط؟ انت بتحب محمد اسماعيل ها؟ من بس- ايام هو في زد كمان، وانا بحبه ونفسي يجي الزمالك قوي. اه. طب تقول له ايه النهارده؟ اداؤه كويس جدا وهو راجل جدا واحسن مدافع بيلعب كرة في مصر برجليه بصراحه. احسن واحد بيلعب برجليه مدافع كان في مصر والله. محمد اسماعيل ها؟ طبعا. اه. النهارده مع اول 45 ده لمحمد اسماعيل حسيت بفرق؟ طبعا. اه. يلعب على اي حد في المدافعين اللي موجودين في نادي الزمالك طبعا. على اي حد؟ على اي حد. طب انت ممكن تقول لي الجمهور كان بيهتف له بيقول له ايه اول مش الاول خلص؟ شمال يمين محمد يا اسماعيل. محمد يا اسماعيل، ده هتاف ايقوني خد بالك. طبعا. انا قبل كده كانوا بيقولوا شمال يمين محمد يمين يا ابراهيم، يا ابراهيم. دلوقتي شمال يمين محمد يا اسماعيل. اسماعيل. يعني انت نفسك في التيشيرت بتاع محمد اسماعيل؟ نفسي طبعا. اخر كلمه بقى تقولها لمحمد اسماعيل ايه؟ قول له بحبه رساله. جدا ونفسي ان شاء الله ان هو يفضل في الملعب على طول ويدرس رجله في الملعب باذن الله طول الماتشات الجايه باذن الله. باذن الله باذن الله. وهو ده جمهور الزمالك الراقي الوفي الشريف.